بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. في الفيديو ده ان شاء الله احنا بنخبز العيش الطري الفلاحي زي ما انتم شايفين كده. ده الفرن الكبير بقى بتاع بيت العيلة، كلنا بنخبز فيه وسلافي كلهم بيخبزوا فيه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله عاملينه كبير علشان العيش البتاو. يعني عندنا في وجه بحري بيقول عليه العيش المرحرح، احنا عندنا بنقول عليه العيش البتاو. عاملين الفرن كبير بقى علشان العيش البتاو. وبالنسبة للخبيز ده بقى العيش الطري ده زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله الفرن بياخد 4 ترغيفة مرتاحين، لان القطعية بتاعته ما شاء الله كبيرة. هما بيعملوه كبير علشان هيشققوه، هيعملوه شقق. يعني بيقسموا الرغيف نصين، ونص الرغيف احنا بنقول عليه شقة، فبيعملوا شقق وبيلدنوه. لازم كل بيت يبقى فيه العيش الملدن ده. يعني هما بيخبزوا على طول ما شاء الله العيش ده على طول. بيقسم الرغيف نصين ويسيبوه العيش يبرد وبعدين يلدنوه. هنا طبعا اللي بتقعد قدام الفرن ما بتقعدش فترة طويلة ولا حاجة. شايفين بقى الحاجة ام عبد الله بتساعدها، بتفرد لها العيش على المطرحة، لان الرغيف ما شاء الله كبير فبتملبه المطرحة كلها. وفي واحدة قاعدة بتلقط وتحط على المطرحة، والتانية بتوسع، وهي بتاخد يا دوبك ترمي في الفرن على طول بقى. يعني يا دوبك هي بس ما شاء الله بتلحق على الفرن، بتطلع الرغيف ترمي مكانه، تطلع ده ترمي مكانه. بياخد 4 5 زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله شايفين العيش طالع عامل ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر. عيشه كان حلو قوي، بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل. فطبعا لو هيعملوا بقى حبة قليلين كده للتلاجة ولا حاجة فبيعملوه صغير شوية عن ده. ام عبد الله هتوريكم العيش بقى. شايفين العيش عامل ازاي؟ ما شاء الله حاجة كده فاخر من الاخر اهو. شايفين شكله؟ ما شاء الله. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.